السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله الفيديو تاعي البنات يلقاكم بخير وبصحة يا رب. نتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة وديروا لي جيم وان شاء الله تستفادوا معايا. كما راكم تشوفوا اصبحنا واصبح الملك لله. هنا في الصباح عند الفجر حليت الطاقة تتنفس، تدخل طاقة إيجابية للمنزل، يدخل كما نقولوا بركة الصباح وبركة الفجر في المنزل. مهما هو بارد الحال البنات، بصح هذيك الريح اللي تدخل والنسمه الله يبارك تنعشك وتنعش لك منزلك وتخرج لك كل الطاقه السلبيه اللي في الدار. حاولوا البنات كامل تفتحوا المنازل تاعكم صباحي، لو كان 10 دقائق يتبدل الهواء. هنا كيما راكم تشوفوا بديت بروتيني الصباحي بعد ما عطيت حق ربي، ورحت غسلت وجهي بهذاك الغسول. هذا واش ندير في النهار؟ نعطر جسمي، ندير هذه كنرطب بها وجهي شويه فاغاجو ماجيك، حاجه سامبل. انا من النوع اللي ما نحبش نحط المكياج. وهنا بعد ما كملت واجباتي مع ولادي، وجدتهم لبستهم فطرتهم، رحت حطيت حليبي باش نفطر انا. هذا واش كاين يا البنات؟ على بالي راح تقولوا لي بزاف السكر، بصح انا من عشاق الحلاوه، عييت نحبسها صدقوني. كما قالوا الاطباء راهي منها من الادمان. تجيك صعيبه وكي يعني نويت نحبسها. عبالكم نعقب النهار في حالة راسي يوجع، جسمي فابل، ويعني صعيبة، بصح لازمني إرادة. بإذن الله بإذن الله راح نبدأ. حبيت ندير نظام الكيتو، وبزاف صحي وبزاف مفيد للجسم. ان شاء الله كي نبدا راح نشارككم البنات. دعيوا لي برك يثبتني ربي ونقدر يعني كيما نقولوا نواصلوا وما نحبسوش. هنا خلصنا كلش، لميت الدنيا، توكلت على ربي. لين البنات اللي ما يعرفونيش، انا امراه عامله. هنا ولادي وصلتهم مدرسه، ونعاود نحكم الطريق للعمل، يعني نمشي مسافه شويه كبيره باش نوصل لمحطه الحافلات. المهم جوزت نهاري كما نقولوا، مديت حقي في العمل. الانسان لازم يكون صافي مع ربي، يخدم خدمته على اكمل وجه، يكملها. هنا كما راكم تشوفوا وقت الخروج تاعي راح نقفل الدنيا. شوفوا زيما سيركيلاسيون البنات في حاله. هنا وصلت للدار كما راكم تشوفوا، هذو مشترياتي تاع المساء. خممت غير ندير حاجه سهله اللي هي سباغيتي وسلطه خضراء. نقيت الحوايج كما نقولوا، جبت الثوم نقيتها، حطيت السلطه، حطيت خيار باش نوجد صحن السلطه. انا نحبها البنات نموت عليها. راني نحط فيهم كيما هكا. نقيت الثوم تاعي، نقيت البصله، حطيتهم دوك نحطهم تحت العين يتشلوا طخي بيان من الاتربه ومن الحوايج تاعهم. ونحط البرمه تاعي نوجدها نداويها. دوك نشارك معكم كيفاه ندير سباغيتي البنات. طريقه سهله اللي تكون مزروبه بدون لحوم بدون اي حاجه، طبق اقتصادي على الاخر. كما راكم تشوفوا ها حطيت البصله باش ما نطولش عليكم في الفيديو، راني خدمت كلش بسرعه ونشارك معكم واش حطيت بصله، ثوم كثرت، عندك كعبه جombo، شويه موطارد، طماطم مصبره، زوج وريقات رند، فلفل الكحل، وحطيت لها شويه زيت. انا نحبها ميدمه شويه البنات باش تشربها هذيك لاصوص تجي بنينه. صدقوني هذا واش نحط فيها، ني لحوم ني طون ني حتى حاجه، وتجي بنينه ما تتشبعش. هنا شوفوا كيما ذبلت معايا البصله. هاني كيما نقولوا تقلي البرمه تاعك مليح مليح، ما تديريش عليها، وتحكمي السباغيتي تاعك تقصيها. انا نقصها البنات ما نحطهاش بهذيك الطريقه تاع نغليها في الماء وبعد نلوحها في البرمه. نو، انا نلوحها كيما راهي في البرمه باش تشرب لاصوص هذيك وتعطيها بنه على بنه. نقصها خاطر ولادي ما يعرفوش ياكلوها، يعني يوسخوا رواحهم بزاف ويتعذبوا معاها كي تكون طويله. انا نقصها كيما راكم تشوفوا، نقصها كامل ونقليها هي مع البرمه كيما راكم تشوفوا. ها البرمه تقلى باش تشرب هذيك التقليه تاع اللي حطيتها وتتنكه بها. هنا راني شللت كلش كيما راكم تشوفوا، شللتهم باش نوجد صحن تاع شلاضه. شللت الزيتون حطيته في البورطمونجي، ووجدت معكم الصحن تاع السلطه تاعي بسيط وبالصح فيه منفعه وفايده بزاف. وحاولوا تعلموا ولادكم باش ياكلوا السلطه الخضراء دي، على بالي اغلبهم ما يحبوهاش. كيما راكم تشوفوا قطرتهم، وجدت الصحن تاعي
درت له ديكور بسيط البنات. انا انسانه عمليه جدا، نعملكم طيلموا الوقت ما كانش، نقتصد الماكسيموم، يعني نحاول في فترات كي تعود الويكاند هكا سهريه الخميس ندير لهم حوايج ملاح، بصح حتى هي الايام صدقوني يا ربي العبد يكمل عباداته ويدير واجباته، لانه مع الولاد والله ما هي سهله البنات، صدقوني صعيبه بزاف، والوقت عاد قصير والمغرب يدن بكري. على هذه نحاولوا نوجدوا يعني باسرع طريقه واي حاجه، المهم ياكلوا اكل صحي في المنزل. كما راكم تشوفوا زينتها تزيين بسيط، وجدت لاصوص تاع السلطه من هيك، وهذه مكرونه تاعي شوفوا كي بدات تلبى لاصوص. هنا راح نخبز كسره لانه الزوج ما ياكلش لي بات في الليل، تحتم عليا ندير طبق ثاني. كما راكم تشوفوا كسر خساس، طريقه بسيطه جدا. حطيت سميد، ملح، خميره الكسره، وحطيت زيت نبسسها مليح مليح بيديا، ندخل هذاك الزيت في السميد مليح. حطيت سينوج البنات، انا نحبه هو ولا الججلانيه، نحب نكه بهم الكسره تاعي تجي بنينه. هذه الكسره تاكلي بها ولا تشربي بها حليب، كما يقولوا في ولايات اخرى كسره فطير، تجي خصتيه من برا وطريه من الداخل على الكيف. هنا زدت مغرف سكر باش تعطيني تحميره مليحه، وزدت مغرف حليب لحظه هنا باش يعطيوني تحميره وبنه. حليب لحظه يلعب دور انه محسن، وكانه محسن للعجينه. هنا بليتها بما دافي كما راكم تشوفون، نبلها بيديا فقط، ومن بعد راح نحطها في البيتره تكمل تتعجن. وممطور انا نكمل واجبات مع ولادي، عندهم واجبات نكملهم لهم ونراقب واش داروا في لا جورني. هنا هاني بليتها كما راكم تشوفوا، تديريها بيديك فقط، مش يعني عجن كبير، باش تلمي السميد في بعضها تخليه في بعضها. وزيتها حطيتها في البيتخا. هنا البنات سبقتني الكاميرا، كنت حاطه روحي كذا نصور كي حطيت زبده، حطيت طرف زبده باش يتعجن وخليتها تعجنت لي 5 دقائق. شوفوا العجينه تاعي كيف ولات لي ليس تهبل. ها هنا قرصتها ل4 قرصات صغار، ما حبيتش نديرهم كبار، حبيت نديرهم صغار. وكما راكم تشوفوا هاني كور فيهم خبيزات صغيرين. ها حطيتهم بجيه وخليتهم يرتاحوا، وحطيت الطاجين تاعي يسخن يا ربي 10 دقائق وطيبوها، يعني سهله مهله. نوجه تحيه من هذا المنبر لكل امراه عامله، نقول لها يعطيك الصحه، ربي يعطيك صحتك، وربي كما نقولوا يكون في عونك، لانه والله ما سهله البنات. اللي تبان لهم سهله هي يعني كيف كيف اللي قاعده في الدار ولا اللي تخدم برا، باسكو العمل الشاق منه ولا منها كيف كيف. تلقايها اللي قاعده في الدار نهار كامل هي مع الاولاد، ها راحوا يقراو، هاي وجدت الغلا، دارت الميناج، يجيو يتغداو، زيد تعاود تخمل، زيد تعاود توجد حاجه للقهوه. احنا شويه عندنا حاجه انه اللي تكون منظمه نفسها عفوا ومنظمه وقتها، راح تلقى روحها في شغلها. يعني كي توجد هكا عشاها تكون موجده حوايج للقهوه من قبل باش صباح يفطروا بهم، ولا من داك البنات ساعات والله العبد يكون عيان ما يقدر يوجد والو، يا ربي يدير واجباته يعني اليوميه. المهم يكون العبد نظيف ودارو نظيفه، ولادو كما نقولوا مهتم بهم، عاطيهم كل واحد عاطي حقه. كما راكم تشوفوا سخنت الطاجين، حطيتها تخبز الكسره، وانا قاعده من هنا يد منا مع الكسره ويد مع وليداتي، كل واحد نعطيه دالته باش نحضر له واجباته ونراقب واش عنده غدوه، ونفيريفي معاهم قرايتهم. كما نقولوا مقربوا الامتحانات ما بقاش عليهم حال، ماما 3 ديسمبر ان شاء الله اللي عندها ولادها في الابتدائي. هنا كما راكم تشوفوا كسره تاعي طابتها تجي حمراء وتجيك خوستيو من برا، انا نطرحها في الرقيق البنات باش تطلق على كلش. ها خوستيو طايبه من الداخل كما راكم تشوفوا طريه الله يبارك، جات تهبل تهبل. هاوليكم الطبق تاعي تاع سباغيتي كي وجد، ساهله مهله، على بالكم ما درتليش حتى 15 دقيقه والله ما با، وجدت وجات بنينه تهبل تهبل. شاهدكم في الجنه البنات، ان شاء الله تستفادوا معايا، وان شاء الله نطور في الفيديوهات الجايين ونعطيكم نصائح ما احسن باذن الله. هنا صبيت لهم يتعشاو، نتعمد نصب كل واحد في صحنه باه نشوف شكون يكمل اكله وشكون لا. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، خليتكم مع حوايج النظافه تاعي الشخصيه في الليل، هكا ندوش ونعطر روحي وندير روتيني الليلي
خليتكم بخير، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي وفيدكم وتستفادوا معايا يا رب. في امان الله.